كالن شنكاضي كالن موجاري كالن ترياضين تكنن تيوسا. يعني نبذل مجهود كبير جدا لطباعة هذه الكتب الثلاثة لأنها مربوطة بالتفاصيل. تحدث الدكتور نور في أنها مربوطة بتفاصيل ثقافية واجتماعية. ممكن تقدم السودان مختصر، نموذج مدني موجود في بورسودان، موجود في الأبيض، موجود في الفاشر، موجود في الدرمان وكذا. فكتابات تاج السر هي اختصار كبير جدا لهذا السودان العريض بتنوعه الثقافي والفكري والاجتماعي. بالتالي هذه الترجمة يمكن برضو تقدم تاج السر للقارئ الأمريكي، ودي واحدة من الحاجات اللي احنا فشلنا في إنه يعني حاجاتنا كلها دائرة في الإطار السوداني. يمكن كتابة زي دي قد يكون عندها متشابهات على مستوى الثقافة الأمريكية أو الفرنسية أو الكندية، ولكن تقديم هذا الإنتاج للمجتمع الأمريكي برضو يمكن يدي تصور لإمكانية المبدع السوداني في قدرته على التفاصيل، في قدرته على الحكي، في قدرته على الرواية، في قدرته في إنه ربط هذه التفاصيل بالقضية الكبيرة. الحاجة اللي أنا كنت بتمناها إنه الرواية أصبحت الآن هي سيدة الموقف على المستوى الإنساني. كنت بتمنى إنه هذه القدرات الكبيرة لتاج السر الحكائية إنه يحولها لعمل روائي. ويمكن هنا المسألة بتاعت الترجمة ممكن تكون عندها تأثير كبير جدا، وممكن برضو تتيح المجال للتاج في النفاذ على المجتمع الأمريكي، لأنه الثنائية الثقافية أو التعدد الهويات عند الكاتب السوداني من إنه هو أفريقي وسوداني وأمريكي وبرضو المرجعية القبلية، يمكن دي تدي تفاصيل كبيرة جدا. لأنه نحن لو قرينا أدب ماركيز أو أي كاتب على مستوى الإنسانية، هذه التفاصيل لا يمكن أنها تكون أفضل من التفاصيل الموجودة في البيئة السودانية. ويمكن أن البيئة السودانية بتنوعها الكبير أفضل على مستوى أنها تتيح للكاتب القدرة على ربط التفاصيل دي ويقدم تصورات إنسانية. فأنا أتمنى أنه برضو الجانب القصصي، أنه التاج زي ما قلت عنده القدرة في أنه هو يحيك القصص إمكانية. برضو المرة اللي فاتت كتب عن القصة، وده برضو ممكن يتيح مجال للتاج في المشاركة على مستوى المنتديات الإنسانية. ودي واحدة برضو من الإشكاليات، إنه كل ما كان في كاتب جديد وفاز بجائزة ده بتيح له مجال أكبر جدا في إنه هو يكون مقروء وكده. مبروك للتاج هذا الإنتاج، ومبروك لنا كلنا، نحن فخورين بك يا تاج، ونتمنى إنه تواصل هذه المثابرة لخدمة الفكر السوداني والقضية السودانية. ونتمنى إنه هذا الإنتاج يصل لكل إنسان على مستوى العالم، بحيث إنه نعرف بالسودان بتعدده وتنوعه وإبداعاته. شكرا. الواحد سعيد جدا جدا بتاج السر، وانا شخصيا بعيشه، يعني بمسك الكتاب كده وبقعد اضحك بالليل الساعه 2 بكون بضحك بصوت عالي جدا جدا. قبل ما انا صراحه من الحاجه اللي كنت داير اقولها، الموضوع بتاع الروايه ليه تاج السر ما فكر انه يكتب لنا الروايه متكامله. يعني زي ما قال الدكتور قبيل ان احنا انتاجنا في الكتابه قليل جدا كمجتمع سوداني، يعني بالمقارنه بما يجاورنا. حتى الاثيوبيين ذاتهم بالمناسبه موضوع الكتابه عندهم باللغه الامهريك شيء مهم جدا وانتاج غزير شديد. فنحن بالنسبه للناس جوارنا كلهم اقل انتاجيه منهم، وكتابنا بيبقوا قلال جدا، واحتمال في كل المجالات يعني الفنيه نحن ماشيين داون جريد، ما ماشيين لفوق. قبل كده بحكي حكايه ظريفه جدا مع كتب تاج السر. كان عندي الدغمسه في العربيه، وعندي شريط بتاع مصدر ابو السره لليانكي بتاع الدجالات شغال طوالي بالمسجل ما بيطلع. كل ما ادور عربيه، فعندي واحد من الشغالين معي زول بسيط جدا، فالشيء كله كان مركز مع مصدر ابو السره ده قدر ما حاول يفهم الموضوع ده ما نايم ما وقع عليه ولمده طويله ايام كثيره.
فمسك الكتاب كده قرا العنوان الدغمسه. قال لي يا طارق يا اخي انت عندك الرطانه خاصه السودان ده انا ما عرفتها. الدغمسه دي معناها شنو اول حاجه، والناس دي قاعدين يقولوا مش شنو. فموضوع الروايه عليك الله انا الروايه دي ما تنسى يا طارق. انت عايز ده ولا دي ولا بالنسبه لكتابه الروايه، انا عندي روايه مكتوبه يمكن لها 7 سنين قاعده جوا الكمبيوتر. ما كل ما هي اهبشها هسه قبل كم يوم مشيت بقرا فيها، وكل ما اقرا فيها بكتب فيها زياده. وانا بعتقد ان يعني مرات انا بحسب يعني براي كده، مرات لما تعمل لك شاي كده بتذوقه وبعدين تعايله من بعيد بتكون عارف انه الشاي ده مظبوط ولا لا. انا ثينك القصه مظبوطه جدا، لكن في حاجات مهمه جدا انها اقولها. القروش، يعني انا لما فكرت اول مره اطبع الاحمسه السيده ام الاولاد دي طبعا مشرفه على القروش، فكان في زي 6000 دولار تقريبا، ودي قصه لازم ارويها يعني. فقالت لي يا اخي 6000 تطبع بهم شنو؟ قلت لها كتاب. قالت لي يعني لو اشتريت عربيه بتاعت هوت دوغ مش كان احسن؟ والله اتس ان انفستمنت. وحسبتها لي، اشترى عربيه بتاعت هوت دوغ مش بقى دي سي 6000 بيكون فاضل لك قرشين 3 تشتري بهم راس المال هناك وكده. قلت لها لا، انا قعدت طول في امريكا دي فتره طويله جدا. انا مدين للسودان بانه اعمل له حاجه ما الغرض منها ربح، يعني الغرض منها contribution. والحمد لله ربنا كرمنا، قعدنا الزمن ده كله واكلنا وشربنا وكبينا بنزين والاولاد مشوا المدارس وكده. فلا باس من انه انا اشيل لي قروش شويه اعمل منها حاجه ما فيها يعني تكتب رساله لندن وكده وبيع ملايات وما انا يعني ده اعمل حاجه ثانيه. وخلالي حتى لو ما حسه بعد 100 سنه بيكون في زول في دار الوثائق السودانيه ولا في المكتبه بتاعت وزاره الثقافه يقول والله يا اخي في زول في زمان كده في امريكا كتب كتب جميله جدا نعمل عنه دراسه ونعرف من خلاله المجتمع وكده او مهجر. كان قدامي اخذت اللون من قروش الاولاد ديل، والحمد لله التدشين بتاع الاحمسه كان في CLC زمان وفي كثيرين منكم حضروه، دكتور عبد الرحيم هنا. وكان ادي جزء ثاني برضه المفروض اقوله مهم. دكتور تايسر ريح الراجل ولد عمي، وبعدين بيقرا قصصي في ساكته. فقام يوم يتكلم معاه بالتليفون قال لي يا اخي المفروض تطبع كتب قصصك دي في كتاب. فده التحفيز الاول اللي حصل لي، واضاف لي انه انا اعمل ما في مسألة يعني ما خلاص تاكل نارك براك يعني. فلما لمت القروش عملت كتاب الاحمسه ونجح. الكلام ده انا جبته ليه؟ لانه يعني بتبقى انت الممول وانت المصمم وانت اللي بتقعد تكتب الكتاب وترسل للناس يعملوا له اديتنج وتجي وبعدين تصير انه هذا الكتاب لازم يتعمل يعني. فكان في طبعا دار عبد الكريم مرغني في السودان والطباعه في مصر ودار الورد ودار يعني مساله طويله جدا وتضرب يقول لك والله يا اخي امبارح الطبيعه ام عيان عندها غيروا لها الركبه بيجي بعد اسبوعين، ومثلا كان بيشرب شيشه امبارح خنق يعني. فقمت كابست هنا براي وعملت ريسيرش في انا قاعد في امريكا يعني لو دار تصنع عربيه بيصنعوا لك، لو دار تصنع طياره بيصنعوا لك، كتاب مشكله. ففي النهايه لقيت ايلاندد محل في اوهايو فبقول لهم انا بصمم لكم الكتاب، انا ما بعرفوا عربي ولا زي ما قال دكتور النور اردو. الحاجه دي كاميرا ريدي بس دخلوها في الكمبيوتر ده بتجي مرقبه هناك. الاسباني يقول لي وقع باليمين يقول لهم ما عندكم مشكله لا كتبون بتتكلم جاي يقول لي كده كتابك جا مقلوب اقول لهم خلوه مقلوب ويشحنوه ويجيبوه. وبعدين طبعا يقول لك بيجيك الساعه 10 بيصلك UPS الكراتين الساعه 10 او 17 دقيقه ونص ثانيه الزول بيجي بتاع الاوديت طبعا حاجه فيري efficient. فبقيت اطبع كتب صراحه
ودي عندها علاقه بفهمي للكتابه حقيقه، فهمي للكتابه وللارت عموما بقولها هسه يعني. انا جني وجنت حكايه انه الناس يرتفعوا الى مستوى الكاتب. الكلام ده انا ما باكل معاه عيش. الكلام ده مسيء جدا. يعني لما الواحد يقول لك والله الكتاب ده ما اقول لك كتابك داخل ما فهمته، ان انفعاليه الانبعاج الداخلي، اقول لك الكلام ده ما فهمته يا اخي. تقول لي لا الكاتب لازم انت ترتفع الى مستوى الكاتب. ما في حاجه اسمها الكتاب is not about لغه نهائي. It's not about characters ولا plot. It's about audience. الكتاب بحرروه الاودينس. انت ما تقدر تقول لهم والله يا اخي انتوا قاصرين في الفهم. الكتاب لازم تابيل سبيكترم بتاع ناس، حتى لو زول illiterate قالوا له يكون في ستوري يقعد كده يسمع، تقرا له. انا يعني ابوي ده ولا جدي ممكن تقرا له قصه يعني يكون مبسوط جدا يعني، لانها is not about اللغه. اللغه حقيقه جزء والبلوت والستوري وكده. لقيت انه الكتب اللي appealing للاودينس عندي، انا اصلا ما never set up myself وقلت انا بسم الله الرحمن الرحيم انا هكون كاتب ساخر. كله it never occurs to me في حياتي. لكن حصلت كده. فلما اكتب عشان كده انا ما بقول دي كتابه ساخره، بقول نصوص ساخره مثلا، لانها هي ستوريز. ما المقال الساخر ممكن زمان في الجرائد ممكن ننجره يعني، لكن انا كنت متاكد انه بنهايه اليوم يكون اتلفت له طعميه. يعني هسه مع احترامي للفاتح جبره وكده، المقال الساخر بالمثل بكون اكسبايرد، مادته انتهت يعني. ما يعني هسه بعد 100 سنه ما في زول بيجي بيقرا عملت له شنو كسره، عملت له شنو في مطار هيزرو، ما في زول بكون عارف فاهم حصل شنو ذاته يعني. الكلام ده حصل زمن الناس الانقاذ سنه قبل 200 سنه. ف جزء من الكتابه اللي انت بتكتبها بعدين بتحصل فيها حاجه مضحكه في النص، وده طبعا حتى في الكتابه عموما او في الونسه، اي شيء ما انترتيننج بتمله. كان زول بتونس معاك ونسته ممله بتقول له عن اذنك والله يا اخي عبد الجبار ده واقف لي برا وبرجع لك، لكن في زول تستمتع بكلامه، وفي زول بيحكي لك قصص كثيره جدا تقول يا اخي الزول ده نظام خلاص، ولانه بس كلامه ما ممتع. وكذلك يعني الروايه، انا عندي الروايه مكتوبه، لكن قدر ما الف وادور فيها بلقى انا I am more appealing للاودينس اللي هم they define me through الستوريز اللي زي زمان دكتور سهيل ادريس لما ما بيكتب قصص قصيره بس، وناس نجيب محفوظ بيعملوا روايات وبيعملوا التفاعل شديد جدا. حاسه مع الانترنت اللي هي بقت تشيل زي 65 او 75% من زمن الزول عشان يتكي كده بكتاب، بيفتح سودانيز اونلاين بيجاي، بيفتح هنا بيجاي ما عجبته بخش في يوتيوب بيحضر لك ناس خوجة العثمان والنوستالجيا والزمن الجميل، ما بقرا. فانا بقيت بالنسبه لي انه انا اي زول داير يقراني من الثلاثه سطور الاولى كان ما مسكته ما بيتمسك ثاني، ما بيتمسك طوال يعمل كليك بيمشي بيحضر له تسجيل قديم للكاشف او يقرا له يعني مثلا اخبار رياضيه، الهلال وجابوا بالكعب وما دقوا بالكعب وجاب يعني خلاص بعدك انت طرت. فانا بجد بالنسبه لي التشالنج بتاعي الوحيد يخلي لي الحاجه السكيل اللي انا عرفتها انه انا تكابشر الزول من اول مره. بعدين اهم حاجه انك انت ذاتك يعني لما تعمل كتب وكده عشان تتقري يعني ما عشان تردمها في البيت تاخدها ولا كده، لكن يكون عندها اودينس وده اتس بليسنج. لكن الاودينس ده انا لما الاحمسه واحده من الاخبار السار رجعني اتصل بي شاب من نيوبورت نيوز سيل الحته جنب فيرجينيا بيتش هناك دي ايوه نيوسبورت. فضرب لي قال لي يا اخي انا جبت نمرتك من اخ هنا، انا جنبي هنا انا شغال دليفري، وجنبي هنا ده جنبي طوالي في الكرسي ده كتاب الأحمسة، أنا مستمتع بمتعة في الخلا ده. قال لي بمشي بعمل ديليفري، أنا لا بقرا جريدة لا بقرا كتاب، لكن الكتاب ده أنا مبسوط منه جدا.
قلت له شكرا يا اخي. والغريبه هو الهمني حاجه يعني، قال لي يا اخي ما تكتب عن الناس الروميت، فكتبت الروميتات وليتر اون طلعت في الدغمسه. والله فكره منه هو. قال لي يا اخي قصه الروميت دي فيها قصص جميله جدا. فقمت طوالي تذكرت نيويورك. انا كنت ساكن في استوديو 18 نفر قاعدين جوا، حاجه عجيبه جدا. جيش شفتها. او لغايه ما البشكير بتاعهم بقى زي حلو حلب الابلكاش يعني. شفت كيف؟ ففي نفس اللحظه ضرب لي دكتور والله نسيت اسمه من ويليامز ماري. ضرب لي ايوه والله صحيح. ضرب لي تليفون قال لي انا شلت نمرتك المرقوم بطران. قال لي يا اخي انا وصلني كتاب هنا اسمه الاحمزه، انا ريلي لافد ات. فالسبكترم انا في اللحظه دي شعرت بانه ده سبكترم كبير جدا. يعني اتس بليسنج انه ممكن زول يقول لي انا اصلا شفت زول يجيب لي كتاب ما بقرا، ما عندي زمن، لكن انا من جوينج ذس. فقمت اتضح لي انه العوامل بتاعت انه انا داير الكتب تمشي تتقري. دي واحده. ما عندي سبورت ميكانيزم، يعني ما عندي وزاره الثقافه ولا كده ممكن تفرغني او ببلشر. انا ببلش برايت ببلشر يقول لي تيسير يا اخي ويكوميشن ديو تكتب كتاب بعمله. لكن بتبقى بعد ذاك المعايش حقتي، يعني how much money I have عشان اخدها قصاد اطلع كتاب بدون ما اضر الميزانيه بتاعت العيال ولا جبردايز حياتي انا ذاته. يعني ما يكون عندي عربيه ديسنت اركبها ولا. انا الكتاب الاحمسه وقفت السيلفون 2 سنين، وكل شهر بطلع حق السيلفون ده بخطه في الحساب على اساس انه انا دفعته لشركه السيلفون. لو عايز تتصل بي في الاستوديو في فوس شيرش، او تتصل بي في البيت كان عندنا لاند لاين. في المسافه اللي في النص دي انا برا العالم. يعني لما نطلع من الاستوديو 20 minutes لغايه اوصل البيت او ارجع الشغل ما تتصل بي، ما عندي تليفون. لكن كنت بشيل الفلوس برضو بتاعت السيلفون شهريا. سبرينت كان بتاخد كم $60. اتس ا لوت اوف ماني. بعد سنتين كان قروش كثيره جدا اتخطت في الحساب. فبس انت يعني عموما اكون خدتي في فهمي انه طالما ان انا اكسبتد بالاودينس اللي هم الاودينس هم ذا ديفاين الرايتر. والكلام ده طبعا من زمن ارسطوطاليس الكلام ده بيتقال، لكن كثير من الكتاب ما بكونوا اوير بيه. يعني الفكره بتاعت انه انت بتخلق شخصيه، والشخصيه دي يكون في اباثي او بيتي، واللي هو نحن ناتشورالي بنقوم نرتبط بالشخصيه. وبعدين الجزء الثاني الشخصيه ذات اللي نحن سيمباثايز معاه زي عزو دي بتدخله في كرايسيس ثقيله جدا جدا. وفي نهايه القصه بيقوم تعمل الكاثارسيس اللي هو السنس اوف ريليف. فالناس بينبسطوا من القصه دي. فيري سمبل تكنيك بيشتغلوا بها كل كتاب العالم الناجحين يعني. وفي الروايه انا كتبتها يعني جست انا اعرف انه انا هل بقدر اكتب روايه واولي ده قصص واولي ده قصص وهسه موجوده يعني. لكن انا كنت بحلم بانه يكون مثلا عند مركز عبد الكريم مرغني اذا كانوا عاوزين يطبعوها، لانه at some point انا I run out of juice البنزين ما بقدر تاني. فبقوم بشتغل كتابتي دي، وكتابتي دي it's appealing للناس كلهم. ومن هنا السودان، الخليج، استراليا. الناس السودان ذاتهم بيحبوا عزوا ده حسوا متابعين معه قصصهم وما عندهم معه مشكله يعني. فده جزء تجاري بحت بالمناسبه، جزء تجاري بحت انه انا عشان كل مره ما اطلع كتاب اقدر هسه انا عندي الكتاب الجاي بموله بشغل ده يعني. انجوي الفكره ذاتها. وانا اشكر الناس حقيقه الناس اللي سبورت الاعمال دي يجدوا فيها متعه. وانا شخصيا اقدر يعني تو كم باك اجين بدون ما اعتمد على دار الساقي ولا اعتمد على مطبعه الورد ولا اعتمد على كذا. وده بيبقى كتابه النص مجهود الناس كلهم اللي بيكونوا واقفين معاي. وطبعا النص بيكون طبعوه معاي هم ذاتهم يعني بدون ما يكونوا مثلا اللي هو فضل الجماعه فضل الظهر من شنو من قام به البعض وسقط عن الباقين ده. فضل كفايه يعني. انت ايه؟
شفت كيف؟ فالحاصل انه فضل الكفايه ده يعني انا شفت وجوه مكرره في الاربعه تدشينات، لكن في وجوه جديده وفي وجوه اختفت. فديل يعني بيدفعوا بالعمل الى الامام. بقدر انتج في خلال سنه سنتين ثاني كتاب، وفي ناس قبل كده سبورتد مي وبيدفعوا بانه كتاب بيخلوا بالنسبه للمساله نوعا ما مريحه او ايوه ممكن باسبل انها تبي دان. وهو بنقرم طبعا الشغل الثاني اصلا تصمم براك وتقلب تعمل البي دي اف براك، وبدل ما تدفع للجرافيك ديزاينر لايك $900 ان اور براك تشتغلها براك، وبعدين في النهايه بيطلع كتاب ديسل وبيكون افوردبل بالنسبه للناس اللي حولك. والاهتمام طبعا اولا واخيرا بالماده الداخليه في الكتاب. يعني الناس حتى لو جبت لهم في تغليف قبيح ولا ما بطال كده والله برضه بدي سبورت يو. لكن انا شخصيا بحب، ودي اعتقد كلنا عندنا، انه when you present حاجه للناس تكون شكلها ديسنت. يعني الواحد يشيل الكتاب ويحس بانه مدعوب، يعني فيه احترام. زمان بقول لهم لما تشتري شريط، حتى لفنانين كبار سودانيين، شريط الكاسيت تتذكروا زمان، تقوم بعد ما تشتريه وتدفع فيه ما بعرف كم من دار الحكمه $10 تشغله في العربيه، يكونوا مثلا عازفين بيعزفوا في لازمه واحده مفترض يعزفوها 4، في واحد بيكون سهى بعد ما 4 بيكون عمل واحده 5، بعدين محمد اللمين ولا ورد بيكون يتلفت عليه وفي الشريط ذاته بيكون زعل. لكن انا الفكره دي كان بيزعلني في شنو؟ انا بتخيل انه الفنانين الكبار دي ذاته المفروض يسمعوا الماده دي اول حاجه، لو لقوا فيها الفلوز دي يقولوا لك الشريط ده ما تبيعه للناس، ما تبيعه لهم. اعيدوا تاني الشغل من اول جديد، زي ما نحن بنسمع ري تشارلز والغنى الغربي وهيب هاب وكده بيكون بيرفكت. الحاجه دي بيكونوا عملها 50 مره عشان تطلع الحاجه بريزنتبل and it's worth your money and your time. فانا بالنسبه لي نفس الشيء في تقديم الاعمال وكده. يعني لاكلي انه لقينا بريك ثرو في الحته بتاعت، والامريكان ده طبعا اصلا بياخذوا حاضر. عندك كتاب توفيق الحكيم ولا يعني ما شو التجار يعني طوال يقول لك ادينا قروشنا، ادينا قروشنا، تديهم قروشك تشيل الكراتين دي ويردوا مالك في البيت تعال الله. لكن الحمد لله يعني I got a lot of support، وان شاء الله بعد لما نبيع البلح في الشماليه هناك وبطبع كتاب